السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الثاني عشر من كتاب التقييمات لغة عربية أولى إعدادي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التدريبات والتقييمات وحل الكتب الخارجية والتقييمات الأسبوعية والكتب المدرسية كمان توصل لكم أول بأول إن شاء الله. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني: ما الذي تميز به ابن النفيس في مهنته كطبيب؟ هتقوله تميز بالرحمة والإنسانية والبحث الناقد. طيب، أين عمل ابن النفيس طبيبا وما دوره هناك؟ تقول له عمل في البيمارستان الناصري في القاهرة وكان رئيسا لأطبائه. ما الذي يدل على إنسانيته عندما اشتد به المرض؟ هتقول له أوصى بأن توهب كتبه ومكتبته ليكون علمه في خدمة المرضى. طيب، لماذا شبه الكاتب مشرط ابن النفيس بريشة فنان؟ ليدل على مهارته وبراعته وإتقانه ورحمته وإنسانيته. طيب يا حبايبي، ما الفرق بين البيمارستان في العصر الإسلامي والمستشفيات الحديثة؟ هتقول له البيمارستان في العصر الإسلامي كان بيعني الراحة للمريض جسديا ونفسيا، وكان يوجد أقسام لعلاج الفقراء مجانا. أما المستشفيات الحديثة فأصبحت أكثر تقدما وتستخدم الأجهزة الحديثة ومستشفيات حكومية لعلاج المرضى بالمجان. ماذا تعلمت في نهاية الدرس؟ هتقول له تعلمت البحث الناقد وعدم الجمود وطلب العلم والرحمة. يلا يا شباب، بيقول لك هنا اكتب فقرة بعنوان الطبيب الحقيقي، بتوضح فيها صفات الطبيب التي يجب أن يتحلى بها مستفيدا من سيرة ابن النفيس. هتقول له الطبيب الحقيقي: إن الطبيب الحقيقي هو الذي يحرص على متابعة كل جديد في مجال الطب ويتثقف بصفات عديدة ويتصف بصفات عديدة مثل الرحمة والإنسانية حتى يسهم ذلك في علاج المرضى، كما يجب عليه أن يتصف بالبحث النقدي فلا يقبل أي معلومة دون أن يتأكد منها. الأداة الصفية: اختر الإجابة الصحيحة. تدخل ظن وأخواتها على الجملة الاسمية بتنصب المبتدأ والخبر. طيب، الكلمة التي تعرب مفعول به أول في الجملة حسب المعلم الطالب ذكيا هي كلمة الطالب، وذكيا مفعول به ثاني. استخرج الفعل الناسخ وبين نوعه، هل هو يقين أم شك أم تحويل، وحدد المفعولين. ظننت اليوم سهلا. ظننت هنا هتقول له هنا الشك، وطبعا بيفيد الشك، وعندك اليوم هنا مفعول به اول وسهلا مفعول به ثاني والاتنين منصوبين بالفتحه. علم الاب ابنه ناجحا. علم بتفيد اليقين، ابنه مفعول به اول منصوب بالفتحه، وناجحا مفعول به ثاني منصوب بالفتحه. جعل الله الخير في التعاون. جعل بيفيد التحويل، والخير مفعول به منصوب بالفتحه مفعول به اول. خال الطفل القمر قريبا. هتقول له خال بتفيد الشك، والقمر مفعول به اول منصوب بالفتحه، وقريبا مفعول به ثاني. الأداة المنزلية: اكتب وأوضح 5 جمل بتحتوي على ظن وأخواتها. هتقول له علمت المصريين مجتهدين. جعل الخباز الدقيق خبزا. مبتدأ هنا يا شباب، عندك هنا دي الخبر، عندك الفاعل، والدقيق مفعول به أول وخبزا مفعول به ثاني. ظن التاجر الغش مفيدا. التاجر هنا فاعل، والغش مفعول به أول، والمفيد مفعول به ثاني. رأيت المعلمين مخلصين مفعول به أول ومفعول به ثاني منصوب بالياء لانهم جمع مذكر سالم. حسبت الولد الناجح سهلا. يبقى هنا الولد برضو هنا فاعل، الناجح هنا هتقول له النجاح مفعول به اول وسهلا مفعول به ثاني. دي كانت صفحة 49. يلا بينا على صفحة 50. صفحة 50 بيقول لك هنا أكمل الجمل بالكلمة المناسبة. أبدع الشاعر في وصف البيئة، اللي هي الأولى مكتوبة صحيح الهمزة على نبرة. قرأت مقالا عن ظاهرة فيزيائية. نال التلميذ تهنئة على تفوقه. العلماء مشاعر مضيئة. بيقول لك صوب الكلمة اللي بتحتوي على همزة. رأيت هو هنا أولا ما فيهاش همزة، هو بيقول لك هنا مشهدا جميلا، هي المفروض مشهدا جميلا تكتب بهذا الشكل. طب هناك أو هناك جائزة لمن يحسن التصرف. جائزة الهمزة على النبرة طبعا ومسبوقة بمد الألف. قدم التلميذ أجازة مكافأة لإجابات زملائه. طبعا هنا كلمة زملائه مكتوبة خطأ، الهمزة على النبرة. كانت البيئة نظيفة وآمنة. البيئة الهمزة برضو على نبرة. هنا يا شباب بيقول لك اكتب وأبدع. اكتب 3 جمل بتتضمن كلمات بها همزة على الياء
وضح سبب كتابتها. هتقول له حافظ على البيئة. البيئة هنا الهمزة متوسطة مفتوحة وما قبلها مد الياء. حصلت على جائزة، الهمزة متوسطة مكسورة وما قبلها مد بالألف. الذئب حيوان مفترس، الهمزة هنا في كلمة الذئب متوسطة ساكنة وما قبلها مكسور. وقف الشاشة، انقل إجاباتك على أقل من مهلك وكمل معايا. تقييم الأسبوعي: اقرأ نص رحمة تداوي علم يضيء ابن النفيس. ما الفكرة الرئيسية للنص؟ هتقول له إبراز سيرة ابن النفيس كقدوة للأطباء. استخرج فكرة فرعية من النص ووضحها. هتقول له صفات ابن النفيس، دي الفكرة الفرعية، ووضحها. أقول له إن هو كان بيتميز بالرحمة والإنسانية والبحث الناقد، وكان لا يميز بين المرضى الفقراء والأغنياء. خلاص، دي صفحة 50. يلا بينا على صفحة 51. صفحة 51: كيف جسد ابن النفيس مبدأ العلم في خدمة الإنسان؟ هتقول له أوصى بأن توهب كتبه ومكتبته إلى المستشفى المنصوري ليكون علمه في خدمة المرضى من بعده. طيب، بيقول لك هنا القواعد النحوية: صوب الخطأ. حسب التلاميذ الدرس صعب. أنا المفروض هنا الدرس مفعول به أول، وصعبا مفعول به ثاني. هتصحح صعب دي هتخليها صعبا منصوبة. جعل المعلم الدرس لا، هي الدرس مفعول به أول، وممتع مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. ظن القارئ الكتاب ممل. أنا عندي هنا القارئ هنا فاعل، والكتاب مفعول به أول، ومملا مفروض بدل ممل دي تبقى مملا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. علم الطفل أن اللعبة مفيدة. اللعبة مفعول به أول منصوب بالفتحة، ومفيدتان هتحط هنا تنوين بالفتح يبقى مفعول به منصوب بالفتحة. اقرأ واكتب فقرة قصيرة بعنوان النصيحة الجريئة، واستخدم فيها كلمات على الأقل بها همزة على الياء. هتقول له النصيحة الجريئة: يجب عليك أن تتحلى بفضائل عديدة مثل مساعدة السائلين والتعاون مع زملائك في الحفاظ على البيئة، ولو فعلت كل ذلك فإنك تستحق جائزة. طيب، هنا بيقول لك اذكر مثال من النص بيوضح أثر الطب في إسعاد الناس. هتقول له بيسهم في علاج الناس جسديا ونفسيا، وأقسام لعلاجة الفقراء بالمجان. تعالى هنا بيقول لك ما العلاقة بين العقل والرحمة والعلم في حياة ابن النفيس؟ هتقول له كان يرى أن الطبيب لابد أن يجمع بين العقل والرحمة والعلم. استخرج تعبير جميل من النص واشرح معناه. هتقول له لم يكن مشرطه أداة جراح بل كانت ريشة فنان. ده تشبيه للمشرط بريشة ايه؟ فنان. طيب، صوب الخطأ في الجمل: زعم الكاتب القارئ مهتم. هتبقى مهتما، القارئ هنا مفعول به أول، ومهتم مفعول به ثاني، لأنه بيقول لك حد اعرب المفعولين. خال الناس الغلافي، لا هي الغلافة مفعول به أول، وجميلة مفعول به ثاني. رأى المدير العاملة، مش العاملة مفعول به أول، ومجتهدا مفعول به ثاني. وجد الطبيب المريض. هتقول له هنا المريضة مفعول به أول، ومتألما مش متألمون، متألما مفعول به ثاني. برضو بيقول لك اكتب فقرة تقل عن 3 سطور بها همزة على الياء. تكتب فقرة النصيحة الجريئة اللي احنا كاتبينها فوق دلوقتي. دي كانت صفحة 51. يلا حبايبي على صفحة 52. صفحة 52: استخرج الفكرة الرئيسية للنص. هتقول له إبراز سيرة ابن النفيس. من أين بزغ ابن النفيس؟ من ابن النفيس هتقول له من دمشق. هنا يا بطل هتقول له إن العلم بدون رحمة قد يضر بالمريض فيجعله لا يستجيب للأدوية والعلاج. طيب، بيقول لك حدد لي المفعولين وسبب الخطأ. اعرب لي المفعولين وسبب الخطأ في الجمل. أنا عندي هنا المعلم مفعول به أول، ومتعاون هي المفروض تكون متعاونا، ودي مفعول به ثاني. الموظفة مفعول به أول، ونشيطة مفعول به ثاني. ابنه هتحط دي مفعول به أول، وناجحة مفعول به ثاني. هتشيل أن دي وتقول له النجاح سهلا مفعول به أول ومفعول به ثاني. دي تبقى سهلة مش سهلة. هنا بيقول لك استخدم كلمات مثل رأي وسيئة وبيئة وناشئ ومسؤولية مع وضع خط تحت كل جملة. احنا عايزين نكتب فقرة. هتقول رأيي في التعاون أن التعاون أمر ضروري. رأيي أنه وسيلة فعالة، ولكن علينا جميعا مسؤولية، وهي تعليم الناشئ الحفاظ على البيئة وترك العادات السيئة. تعالى بقى نشرح سببها ايه. وضع الهمزات بهذه الشكل. طبعا عند رأيي ده هتقول له الهمزة متوسطة ساكنة وما قبلها مفتوح. كلمة سيئة أنا عاملة لك السهم اهو، كل كلمة السهم بتاعها معاه، يبقى متوسطة مفتوحة وما قبلها مكسور. كلمة ناشئ تحت اهي الهمزة متطرفة وما قبلها مكسور. مسؤولية الهمزة مضمومة وما قبلها مد بالواو متصل به. طيب، كلمة بيئة الهمزة مفتوحة وما قبلها مد الياء. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وانتظروا مننا الجديد ان شاء الله. بالتوفيق والنجاح. اتمنى لكم دايما التوفيق. مع السلامة.